بسم الله الرحمن الرحيم. رجعت لكم تاني بفيديو جديد. ناس كتير كتبت لي ان هم محتاجين ان انا اعمل لهم فيديو للفرق ما بين الكاسيو وبين السكيمي من ناحية الموديل اللي هو ال 159. سبق وعملت فيديو قبل كده بس تقريبا كانت السكيمي اسود. جبت لكم السكيمي الفضي، هي جت معايا يعني شغال فيها من زمان بس ما جاش في بالي اعمل لها فيديو، بس من كتر ما كذا حد سأل قلت اعمل لها فيديو. من ناحية ان البس سكيم ولا البس كاسيو، ده يا باشا ده قرارك. انا هقول لك دي عبارة عن ايه ودي عبارة عن ايه ودي ايه اللي فيها ودي ايه اللي فيها وانت تقرر. تمام. من ناحية الشكل يعتبر بنسبة كبيرة شبه بعض. تمام، يعني تحس الشكل واحد. الفرق طبعا السكيمي واخدة لوجو السكيمي بتاعها، والكاسيو الكاسيو بتاعتها. الحلو في سكيمي ان هي بتقلد بس بتحط اللوجو بتاعها، فانت بتبقى عارف ان انت مش واخد كاسيو، انت واخد سكيمي. مش زي الشركات بنت الجزمة اللي بتقلد كاسيو وبتكتب كاسيو وكل حاجة، فده بيخلي مشكلة في السوق ان الناس كتير بتتلخبط، مش عارفة ان بتشتري الساعة الاصلي ولا التقليد. طيب نبدأها كده سنة سنة. مثلا نشوف الاستراب. في اختلاف طبعا في درجة اللون بين الاستراب الاصلي وبين السكيمي، والشكل برضو. تمام. طيب الجودة بتاعت الاستراب نفسه، لا هو الجودة بتاعت السكيمي اعلى طبيعي من الجودة بتاعت الكوبي. احنا ممكن مثلا نجيبهم كده، بس نجيب حاجة عالية ونعمل الاختبار بتاع الاختبار بتاع نسبة النقاء بتاع الستانلس ستيل بتاع الساعة. تمام. ممكن مثلا أول حاجة نجيب اللي هي الكوبي ديت. ماشي. ونجيب مغناطيس شديد، بس الفكرة انه يكون شديد مش مغناطيس ضعيف. تمام، عشان الاختبار ينفع معانا. بصوا كده، بصوا كده، بنمثل فيلم الأرض اهو سوا. الأرض لو عطشان. دي بالنسبة للساعة الكوبي، مكتوب عليها طبعا ان هي ستانلس وكل حاجة، بس نسبة نقاء الستانلس قليلة. طب ده بتفرق في ايه؟ بتفرق طبعا في الصدى ودرجة اللمعان بتاع الاستراب معاك، والخامة طبعا. ده بالنسبة للكوبي. طيب نشوف السكيمي. شايفين حتى في القفل بتاعها اهو نسبة الاستانلس عالية جدا. بصوا الكوبي ورا اهي. الأرض لو عطشانة. نعتذر طبعا عن القطعة دي، بيحذفوها. المهم زي ما انتم شايفين سكيمي. طب نشوف الكاسيو، تقريبا هيبقى نفس جودة السكيمي. بصوا هي طبعا أعلى لو تلاحظوا. بصوا مثلا هنا السكيمي، بصوا هنا الكاسيو. تمام، جودة طبعا أعلى. طب تيجي نمسك القفل، مفيش، بيقبلش أصلا. تمام. طيب ما تيجي نشوف مثلا الظرف. طبعا الظرف بتاع الكاسيو إذا كان أصلي أو تقليد، تمام، بيبقى الظرف بتاعها من العاج. تمام، هو بيتهيألي بلاستيك مقوى زي كده يعني، فما بيقبلش طبعا على المغناطيس. هي مسكت هنا دي طبعا اللي هي الكوبي، بس تقريبا عشان مكان السوستة. بتهيألي الأصلية برضو هتمسك يعني، اهي تمسك برضو، بس طبعا مش زي دي. لا مسكت اهي عشان المكنة والسوستة جوه. تمام. شوف بقى الظرف بتاع السكيمي معدن ومطلي، بس مش عارف بقى نقول معدن ايه. مبيقبلش المغناطيس، بس شايفين اهو مبيقبلش مغناطيس، بس كويس جدا يعني، مش وحش بتاتا. تمام. والمكنه نفس الحوار طبعا هتمسك في المغناطيس. طيب ده بالنسبه للاستراب وجوده الاستراب. احنا الاختبار الاستراب بصراحه ممتاز. شيل بس الكوبي دي نرميها هنا في الزباله، لا مؤاخذه يعني. نشوف تعالى جودة اسمه ده المكنة. تمام. بالنسبة للماكينة طبعا المكنة سكيم أصلا شركة صينية والمكنة صيني يعني. تمام كده، بيرفكت كده، خراولة. تمام، ما فيش طبعا جودة بطيخ خالص يعني. هنا مثلا عارفين نقرا الأرقام
944 هنا 8 إلى ما لا نهاية. فطبعا جودة المكنة لا. فبالنسبة للشخص عايز يمشي حاله عادي برضو، لو رفعت ايدك كده وانت بتقرا الساعة طبعا ترفع ايدك هتشوف الساعة عادي جدا، مفيش اي مشكلة. هنا جودة طبعا المكنة اعلى، طبعا مكنة ياباني. طيب بالنسبة للشكل، ايه اللي شكلها شبابي اكتر؟ انا من وجهة نظري الاسكيمي، ده وجهة نظري، تاخد بيها تمام، ما تاخدش بيها براحتك. دي شكل الكاسيو في الايد تمام. اسكيمي كده تحسها ايه، حربية كده مضلعة شوية، ده شكل الاسكيمي. فانا مع الاسكيمي اكتر كده. طبعا احنا شايفين الساعة كويسة، لو ميلنا كده مش شايفين الساعة تمام. عايزين نشوف ايه تاني. بالنسبة للمية، اسكيمي جبارة في المية، بيتهيألي اغلبية الناس بتتجه للساعات الكاسيو عشان حوار المية. فلو قلت لي جودة المية حلوة، لا حلوة وممتازة ومفيش فيها اي مشكلة. يعني انت لو حابب تشيل اسكيمي شيلها، لو بالنسبة لموضوعك حوار المية تمام. نشوف شكل الغطا من ورا القصعة. برضو نظام مسامير. برضو نقرب كده، شوف نقرب الزوم مثلا. مسمار صليبة، مش اللي هو نظام عادة ويمشي صليبة تمام. مكتوب هنا ان هي 3 متر تقريبا ضد المية، بتاخد حجر 2016، وان هي ضد المية. نرجع كده بالزوم شوية. وهنا مش مكتوب طبعا كم متر، بس مكتوب دي اتش يعني اعلى مقاومة للماء تمام. جبارة طبعا في المية. وبالنسبة للعمق كاسيو بتقولك تجيب اخرك، ماشي ازاي. ده بالنسبة للفروقات بين دي ودي تمام. في ايه تاني يا رب اللهم ذكرني، يعني ما بين دي وديت عايزين نتأكد منهم. المية قلنا تمام، الماكينة زي ما قلتلكوا، الاستراب زي ما عرفتكوا. بالنسبة للقفل السكيمي ما بيجيش منها غير قفل مفتوح، ما شفتش منها قفل مقفول خالص تمام. قفلها نظام كله قفل مفتوح زي كده. دي طبعا في ناس بتحب كده وفي ناس ما بتحبش كده. بيجي طبعا معاها الشنطة وعلبة والجو ده كله. كاسيو احنا اللي بنحط لها شنطة وبنحط لها علبة، لكن هي بتيجي معانا باكج كاملة كده فيها بتاع قرابة 50 قطعة تمام. بس حبيت اعرفكم كل فرقات. هنا مكتوب 30 متر، وهنا مش مكتوب طبعا حاجة، ومكتوب ان هي ضد المية. اتمنى اكون افدتكم في الفيديو دوت. لو حد بالنسبة للسعر، الساعة دي في وقت عرض الفيديو سعرها 980 جنيه، متاح شحن جميع المحافظات، باخد مصاريف الشحن مقدما. ما تقوليش يا باشا لما استلم هدفع كله، انا بدفع للبريد مقدما. مصاريف الشحن ما بقولكش ادفع لي 8 الساعة، لما تستلم تدفع 8 الساعة تمام. السكيمي تمنها 750 جنيه غير شامل مصاريف الشحن، وبرضو على السكيمي باخد مصاريف الشحن مقدما، ولما تستلم ان شاء الله من المندوب تبقى تدفع مصاريف الشحن تمام. تدفع تمن الساعة. ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وثواني اخر الفيديو كده انا عامل عرض على ساعة، هي دي وهي دي الساعة الكاسيو العقارب، نزلها ب 250 جنيه غير شامل مصاريف الشحن. لو حد محتاجها يكتب لي في الرسائل، وان شاء الله برضه هكتب لكم في الرسائل في التعليقات، وان شاء الله هكتب لكم رقم تليفوني وتواصلوا معايا 010 11 27 47 43، وهكتب لكم رقم برضه في التعليقات. شكرا.